اول حاجه المقطع اللي انت هتاخده من اي فيديو ما ينفعش يزيد عن 3 او 4 ثواني. الماكسيموم بتاعك 4 ثواني، اللي يقول لك 15 ثانيه 14 ثانيه، الكلام ده هيتقفش. حتى لو رفعت الفيديو وقال لك مفيش حقوق ملكيه فكريه خلال 48 ساعه، هيجي لك ان الفيديو دوت مش بتاعك. تاني حاجه، انت هتخش زوم على المشهد، هتخش زوم بقى على وش اللاعب، هتخش زوم على وش الممثل، هتخش زوم في اي حته في الشاشه براحتك. لازم تعمل اهم حاجه، الكالر كوريكشن. يلا بينا بقى نروح نشوفها على برنامج ادوبي بريمير دلوقتي هتتعمل ازاي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن 3 4 خطوات كده يخلوك تتخطى حقوق الملكيه الفكريه في دقيقتين. اول حاجه، الفيديو الاساسي لما يكون عندك ما ينفعش تاخد منه ازيد من 4 ثواني. 4 ثواني وبعد كده تفوت مشهدين 3 وتاخد 4 ثواني وتفوت مشهدين 3 وهكذا. الكلام ده سواء افلام او ماتشات كوره ما فيهاش ادنى مشكله. تمام؟ يعني دوت ماتش ريال مدريد وليفربول بتاع ابو 5. حلو، خدت 4 ثواني الجون الاولاني بتاع ليفربول، اوكي، وبعد كده رحت واخد اعاده تاني لنفس الجون 4 ثواني، وبعد كده رحت واخد 4 ثواني تاني الاعاده للجون من زوايات مختلفه. جميل. ترتيب الفيديو بالظبط زي الترتيب دوت. الفيديو الاساسي مترتب الاربع ثواني دول، بعد كده دول، بعد كده دول. انا عشان ابقى في الامان وما يجيليش اي انذار على القناه بتاعتي، هجيب الاربع ثواني دول هنا ما بين ده وما بين ده، فبقى عندي الاربع ثواني دول بعديهم 4 ثواني تانيين خالص، وبعد كده الاربع ثواني الاساسيين بتوع الفيديو الاساسي. انا كده عدلت في ترتيب الفيديو. دي اول خطوه. تاني خطوه، الفيديو دوت لو تلاحظوا لما اعلم عليه هنا واجي ادوس دبل كليك هنا في اللوجو بتاع القناه، بشد كده لفوق وازوم عشان خاطر ايه اللي يحصل، واعدل الفيديو بتاعي كده عشان الاحداثيات بتاعه الفيديو اللي انا قصيته او اللي انا بستخدمه تكون مختلفة عن الإحداثيات بتاعة الفيديو الأساسي. فالخوارزمية بتاعة اليوتيوب أو أي منصة أنت شغال عليها تفهم إن الفيديو دوت غير الفيديو ده، لأن هي بتيجي تشوف أول جزء من هنا من فوق والجزء من تحت هتلاقيه مختلف عن الجزء دوت. طب دي تاني خطوة. تالت خطوة، كليك يمين هنا يا شباب، نيو ايتم، ادجستمنت لاير. هننزل ادجستمنت لاير، هنحطه هنا فوق الفوتج بتاعنا كله عشان خاطر نعمل ايه، هندوس عليها كده ونيجي عند الكالرز ديت ونعمل كالر كوريكشن، نغير في الالوان بتاعه الفيديو. يعني نزود الاضاءه، البرايتنس نعليه، الشاربنس معرفش نعمل فيه ايه. فبدل ما ادخلك في قصص انت مالكش فيها وهتبوظ بيها الفيديو بتاعك، لا، انت هتحط ادجستمنت لاير وهتيجي عند كلمه لوك هنا، تروح نازل تحت خالص، هتختار الاس ال كلين كودك 8 يو ال ايه تراسوفت. الاضاءه بتاعه الفيديو مختلفه عن الاضاءه دي، كده بقت الاضاءه بالالوان بكل حاجه احسن. دي تالت خطوه، تعمل كلر كوريكشن للفيديو بتاعك. دي اسهل طريقه للكلر كوريكشن اللي انا قلت لك عليها. حابب انت بقى تلعب في الاعدادات دي كلها براحتك. رابع خطوه ودي اخر خطوه، ما تنساش تحط اللوجو بتاعك هنا تحت في القناه هنا، او تعمله بالعرض كده وتزود وتقلل الاوباسيتي بتاعته او الشفافيه بتاعته تبقى خفيفه جدا، عشان خاطر محدش ياخد الفيديو واللي انت عامله ينسبه لنفسه. ما تبقاش الفيديو اللي انت تعبت عليه عشان تتخطى فيه حقوق الملكيه الفكريه، الفيديو اصلا اللي هو مش بتاعك، ما تنساش تحط اللوجو بتاعك عليه عشان خاطر محدش تاني ياخده منك. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.